بودكاستت. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. معكم زين، وكالعادة الزميلة المبدعة زينة. شكرا يا زين على المقدمة الجامدة دي. عموما النهاردة معانا مش كتاب، لا ده رحلة وقصة في نفس الوقت. كلام جميل. أنا بحب القصص لأنها بحس إنها تقدر تعكس الواقع من غير كلام كتير معقد. حقيقي. المهم الكتاب بتاعنا اسمه لا يمكن إيذائي. الموضوع فعلا صعب ومليان حاجات تخليك تفكر في حياتك بجد. تمام جدا. خلينا طيب نروح للكتاب، بس بعد ما نعدي الانترو. انتظرونا. النهاردة هنغوص كده في كتاب مهم قوي. هو مجموعة كتابات بتلخص رحلة بصراحة مش عادية خالص. المذكرات دي مترجمة واسمها لا يمكن إيذائي. الكتاب بيحكي قصة واحد واجه صعوبات شكلها كده بيقول إنها مستحيلة. بجد حاجة تخض. فعلا. هو المصدر ده بيخش في فكرة قوية قوي. بتقول إن أغلبنا غالبا بيستخدم حتة صغيرة قوي من قدراته الحقيقية. الكاتب بيتكلم عن حوالي 40% بس، وقصته هو شخصيا بتورينا إزاي ممكن نتحدى الحدود دي، الحدود اللي ساعات إحنا بنحطها لنفسنا. بالظبط. فمهمتنا بقى النهاردة إننا نحاول نستخلص أهم الأفكار، أهم الرؤى من تجربة الكاتب دي. الراجل ده ملهم فعلا. إزاي قدر ياخد المعاناة الشديدة دي والألم ويحولهم لوقود للنجاح؟ خلينا نبدأ كده نفكك الحكاية دي حتة حتة. البدايات زي ما قرينا كانت قاسية قاسية قوي بصراحة. بنتكلم عن طفولة فيها إساءة جسدية ونفسية، عنصرية كمان. لأنه كان تقريبا الشخص الأسود الوحيد في بلدته، دي لوحدها صعبة. وصعوبات تعلم كمان كانت شديدة لدرجة إنه كان بيتهجى بصعوبة فظيعة، واضطر يشتغل وهو عنده 6 سنين بس. 6 سنين. حاجة صعبة جدا. النقطة دي فعلا بتورينا الأساس اللي بان عليه قوته بعد كده. المصدر بيحكي تفاصيل مؤلمة قوي عن عنف أسري، وكمان رفض الأب إنه يوفر له علاج ضروري وهو طفل، زي التهاب الأذن الحاد ده. قريت الحتة دي، كان ممكن يخليه أصم تماما، صح؟ بالظبط. المواقف دي بقى هي اللي زرعت جواه روح تحدي ومقاومة من بدري قوي. المعاناة دي عنده ما كانتش مجرد ذكرى وخلاص، دي كانت الوقود نفسه. طيب، والتحول الحقيقي بقى إمتى بدأ؟ التحول بدأ لما قرر إنه عايز يخش الجيش، وتحديداً كان عايز القوات الجوية في الأول. بس الموضوع ما كانش سهل، لأ. العقبات كانت زي الجبل قدامه. فشل مرتين في اختبار القدرات العسكرية ASVB ده. وده اختبار مهم قوي هناك. جداً. ولما غير هدفه بقى لقوات النخبة البحرية السيلز، ودي معروف إنها من أصعب الوحدات في العالم كله. تخيل بقى وزنه ساعتها كان كام؟ حوالي 135 كيلو. يا خبر، ده رقم ضخم جداً بالنسبة للمطلوب في السيلز. جدا. طب إزاي قدر يتجاوز ده؟ هنا بقى بتيجي حتة المفاهيم الأساسية اللي الكاتب بيقدمها، زي أدوات عملية كده. أول حاجة اسمها مراية المساءلة، Accountability Mirror. Accountability Mirror دي عبارة عن إيه بالظبط؟ هي مش مجرد مراية وخلاص، لا دي كانت طريقته عشان يواجه نفسه كل يوم بالحقائق الصعبة. كان بيكتب أهدافه على المراية ويلزم نفسه بيها. بالطريقة دي وحاجات تانية طبعا قدر يخسر حوالي 50 كيلو 50 كيلو؟ في قد إيه؟ في أقل من 3 شهور. إيه ده؟ لا، ده تحول مش طبيعي بصراحة. 50 كيلو في 3 شهور ده جنون. طيب، وإيه المفهوم التاني اللي قلتي عليه؟ المفهوم التاني اللي هو برضه مهم جدا اسمه إناء الحلوى، الكوكي جار. كوكي جار؟ إناء حلوى؟ يعني إيه؟ بيحتاج دليل ملموس على النجاحات اللي فاتت عشان يصدق إنه يقدر يعدي التحدي اللي قدامه دلوقتي، مش مجرد كلام تحفيز وخلاص. فهو كان بيخزن كل الصعوبات اللي عدى بيها، كل النجاحات اللي حققها في إناء الحلوى العقلي ده. وكل ما يواجه لحظة ضعف أو إرهاق شديد قوي، كان كأنه بيمد إيده جوه الإناء ده ويفتكر أنا عملت كذا قبل كده، أنا عديت بكذا، فده بيديله القوة إنه يكمل. فكرة بسيطة بس عبقرية. طيب، عدى عقبة الوزن دي ودخل تدريب القوات الخاصة. إيه اللي حصل هناك بقى؟ بسمع إنه جحيم على الأرض. هو فعلا بيتوصف كده في المصدر. تدريب القوات الخاصة BUDS ده كان اختبار قاسي لأقصى درجة ممكنة. تفاصيل أسبوع الجحيم لوحدها مرعبة، حرمان شبه كامل من النوم لأيام ورا بعض، تعذيب مستمر بالمية المتجمدة، ومجهود بدني فوق طاقة أي بني آدم طبيعي. يا ساتر. وهنا بقى ظهر مبدأ تاني هو مثير للجدل شوية بصراحة،
سماه اقتناص الأرواح taking souls. اقتناس الأرواح؟ الاسم لوحده قوي جدا. يقصد إيه بيه؟ فهو لاحظ إنه بيلاقي قوة زيادة، قوة إضافية، لما يشوف زملائه المتدربين بيبدأوا ينهاروا نفسياً أو بدنياً، أو حتى لما المدربين نفسهم يشككوا في قدراته ويحاولوا يكسروه. فبدل ما ده يضعفه، لأ، هو كان بيستخدم الطاقة السلبية دي كوقود زيادة ليه عشان يثبت لهم العكس ويبقى أقوى. غريب الموضوع ده شوية، بس اللي واضح هنا هو الصلابة الذهنية الرهيبة. خارقة. يعني تخيل إنه في وسط التدريب ده كله أصيب بالتهاب رئوي مزدوج واتطرد بسببه، يا خبر. وبعد كل ده مصمم. رجع حاول تاني ونجح. لا، ده إصرار مش طبيعي فعلا. والأغرب بقى إنه اكتشف بعدها بسنين طويلة قوي إن عنده عيب خلقي في القلب، ثقب بين الأذنين ASD. معقول؟ والحالة دي كانت ممكن تسبب له الوفاة في أي لحظة مع المجهود الخارق اللي كان بيعمله، سواء في التدريب أو في حياته بعد كده. طب وده أثر عليه إزاي لما عرف؟ بدل ما ده يخوفه أو يخليه يبطل، لأ، الموضوع ده زاده إصرار، لأنه حس إنه عاش كل ده وتجاوزه بالرغم من العيب ده اللي ما كانش يعرفه. قصته دي فعلا لا تصدق. طب بعد ما ساب القوات الخاصة هدي شوية بقى ولا إيه؟ خالص، بالعكس، راح لعالم تاني من التحدي الأقصى برضه، سباقات التحمل الفائقة، الألترا ماراثون. كمان؟ المصدر بيحكي عن مشاركته في سباقات زي باد ووتر 135. ده سباق 135 ميل، يعني حوالي 217 كيلومتر، فين ده؟ في صحراء وادي الموت في عز الحر. وسباق تاني اسمه هيرت 100 في هاواي، معروف إنه صعب جدا برضه. كل ده كان تجسيد عملي ومستمر لفكرة 40% اللي اتكلمنا عليها في الأول. فكرة إن لما عقلك يقولك خلاص كفاية؟ بالظبط، لما عقلك يقول أنا مش قادر أكمل، في الحقيقة جسمك بيكون لسه عنده 60% كمان يقدر يديه، بس العقل هو اللي بيستسلم الأول. طب إزاي قدر يحافظ على المستوى ده؟ يعني هل كان بينجح على طول في كل التحديات دي؟ لا طبعاً، وهنا بتيجي فكرة مهمة قوي هو بيتكلم عنها، بيسميها تمكين الفشل empowerment of failure. تمكين الفشل؟ أيوة، المصدر بيوضح إن تجاوز الحدود دي مش حاجة بتحصل مرة وخلاص، لا، دي عملية تعلم مستمرة وفيها فشل طبعاً. هو بيحكي مثلاً عن محاولته إنه يكسر الرقم القياسي العالمي في تمرين العقلة البول-أبس. عارفها. فشل في المرة الأولى، فشل ذريع كمان، بس بدل ما يأسس قعد وحلل أسباب الفشل بمنتهى الدقة وغير الخطة والتدريب بتاعه كله، ورجع حاول تاني وحقق الرقم القياسي فعلا. فالفشل هنا ما كانش نهاية الطريق، لا، كان درس، كان جزء من العملية. واضح إن الخلاصة الأساسية يعني اللي ممكن نطلع بيها من رحلته دي ومن اكتبات دي هي إن قدرة الإنسان على التحمل والإنجاز أكبر بكتير قوي من اللي بنتخيله، وإن العقل هو فعلا ساحة المعركة الحقيقية، هو اللي بيحكم كل حاجة. بالظبط كده، الفكرة الجوهرية مش بس القدرات البدنية الخارقة دي، لا، الأهم هو بناء عقلية مسلحة أو محصنة زي ما بيوصفها، عقلية بترفض تماماً إنها تستسلم، وبتحول أي ضعف، أي ألم، أي نقد وقود للمزيد من الجهد والإصرار. والسؤال المهم بقى اللي المصدر ده بيخلينا نفكر فيه هو، إحنا مش لازم نكون بنجري 200 كيلو في الصحراء يعني، أكيد لا. لكن إزاي ممكن نطبق ولو جزء بسيط من العقلية دي عشان نتحدى نسبة 40% بتاعتنا إحنا في حياتنا اليومية العادية، في شغلنا، في علاقاتنا، في أي تحدي بيقابلنا. دي نقطة ممتازة فعلا للتفكير فيها بعد ما نخلص، ويمكن نبدأ بحاجة بسيطة زي فكرة إناء الحلوى دي. يعني نقعد نفكر كده، إيه هي الإنجازات الصغيرة أو الكبيرة أو حتى الصعوبات اللي قدرنا نعديها زمان اللي ممكن نحطها في إناء الحلوى بتاعنا، ونرجع لها وقت اللزوم. بالظبط، نرجع لها لما الدنيا تضيق ونحس إننا محتاجين دفع قوة زيادة. حاجة فعلا تستحق التأمل.